السلام عليكم. الفيديو ده للناس اللي عايزة تبدأ في شغل التحف والانتيكات من البوليستر والجبس. هنصحهم في حدود 5-6 نصايح. تمام. اي حد، في ناس كتيرة جدا كلمتني وقالت لي انا نفسي ابدأ بس اللي فلوسه قليلة ما عارفش ايه. فانا هديك في حدود 5-6 نصايح عشان تبدأ بيهم صح وتكسب وتنجح وتطلع لو عملت بيهم. تمام. في ناس كتيرة بتقول لي انا ما معيش غير 500-600 جنيه وعايز ابدأ بيهم. عادي ان شاء الله، حتى ب 300 جنيه تبدأ وتجيب لك اسطمبة وتتعلم في شغل الجبس، ما تتعلمش في شغل البوليستر. كل البوليستر يخش له في مبلغ كبير. اي حد هيشتغل في شغل التحف ان شاء الله حتى يجيب له اسطمبة واحدة بس يشغل مخه ويشتغل اسطمبة واحدة بس. انت هتبتكر بالاسطمبة دي، هتعمل منها بدل المنتج هتعمل منها 5-6 منتجات. طب ازاي؟ اول حاجة ركز معايا زين جدا. دي اسطمبة انتيكة، طفل راكب عربية. تمام. طب انت الاسطمبة اشتريتها ب 400 جنيه او ب 350 على حسب ايه اللي عملها لك ايه. تمام. هتعمل الاسطمبة، هتشغلها. اول حاجة هتعمل منها تحفة. تمام. هتتعلم في التحفة وتتعب شوية وهتيجي معاك، هتظبط بس مش من اول مرة. تاني مرة هتعمل منها نفس الاسطمبة، هتعمل منها شغل شمع برضو. يعني انت عملت انتيكة وشغل شمع، عملت تحفة اسبوع وعملت شمعاية بنفس المنظر. تمام. وعملت حامل تليفون. ده حامل تليفون يا جماعة، يتحط هنا التليفون. تمام. التليفون بيتحط هنا. حط اللمبة. عملنا كام منتج؟ 3 منتجات. حامل تليفون، انتيكة، ونفسها هي تعملها شمع. تمام. وتعمل منها نفس الاسطمبة، تعمل منها صدادة للباب. ان شاء الله اعمل فيديوهات كل فكرة بسيطة بفيديو مختصر ليها. تمام. اهي دي صدادة باب. كده عملنا 4 منتجات، 4 منتجات من اسطمبة واحدة. ربنا يكرمك.